السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد والآل وصحبه وسلم. وصفة مناسبة جدا يا بنات للعيد للمناسبات. شايفين شوية الصوص ده بقى كده، يعني اللي يتغمس بقى بيه كده الرز والله أحلى من اللحمة. صدقوني يعني ده هتاخدي من الصوص كده وتحطي على الرز وتاكلي بيه، يا سلام، أحسن والله من اللحمة كمان نفسها. حبة رز اهوت كده وقطعة لحمة كده صغيرة جميلة قاعدة على قد البق، وكلي ألف هنا وشفا. قد إيه وصفة سهلة وبسيطة. الطاجن الفخار يا بنات بيودي الاكل لمكان تاني خالص خالص خالص. يا رب الفيديو ينول رضاكم وتنفذوه، سهل ولذيذ جدا. تعالوا نشوف طريقتنا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي. انا عندي نص موزه، دي لحمه موزه يا بنات، انا مقطعاها مكعبات زي ما انتم شايفين كده، وفيها حتتين ثلاثه يعني سمين شويه. طبعا الوصفه ديت عايزه حاجه يعني ايه فيها سمينه شويه، دهن شويه، تدي طعامه للوصفه بتاعتنا. بعد كده انا عندي معلقتين سمنه زي ما انتم شايفين كده، وهنزل باللحمه بتاعتي وهبدا اقلب فيها علشان تاخد صدمه كويس من جميع اللي هي الجوانب يا بنات. اظن يعني الوصفه ديت جميله جدا وسهله. وعلى فكره ممكن برضو انت هتسويها كلها على البوتاجاز لو انت ما عندكيش طواجن يعني، او مش عايزه تعمليها في الفرن، وممكن تستوي على البوتاجاز وممكن تستوي في الفرن. طيب بعد ما خدت اللي هي بقى ايه اللون بتاعها كده، هنبدا ننزل البهارات بتاعتي. انا عندي بقى حبهان والورق لوري مطحون، وعندي فلفل اسمر، عندي بابريكا لو تحبي، عندي زنجبيل. ممكن تحط البهارات اللحمه، ممكن تغنيك عن كل ده، يعني معلقه بهارات لحمه كلها تبقى كويس. بعد كده اللي انا حطيتها بقى ديت يا بنات، ديت قطعه ليا علشان انا عايزه تاخد طعم الليا الجميل ده. كانت اصلا عندي اسفه، عندي في الفريزر، فانا حطيتها كده معايا. بعد ما قلبتها كويس كده وتشوحت مع قطعه الليا زي ما انتم شايفين، هنقلب كده الخضار كويس جدا كده وياها الفلفل والبصل. يعني الخضار على قد اللي انت عايزاه بصراحه. انا هنا بصلايه وقرن فلفل واحد بس. وبعد كده هنزل بميه مغليه، مهم جدا لازم تكون ميه مغليه، وهسيبها بقى كده تعيش ايه حياتها كده. كل ما تعوز ميه يا بنات زودي لغايه ما هتستوي. اهم حاجه انا عايزه اللحمه تكون مستويه. انا طبعا هنا علشان هحط عليها لسه بطاطس، فلقيت ان هنا عندي الطاسه ديت لقيتها صغيره عليها شويه، فانا قلتها في حله عندي عشان تاخد كميه البطاطس. انا هنا دلوقتي شايفين، انا بقول لكم اللحمه هنا استوت تماما، ولسه فيها الصوص زي ما انتم شايفين كده، يعني حوالي معلقتين من الشوربه بتاعتها اللي هي بتاعت اللحمه اللي انا بزود بيها. مهمه جدا الخطوه ديت ان تخلوا فيها صوص بالشكل ده. بعد كده بقى هنبدا ننزل بالبطاطس. البطاطس برضو كميه البطاطس على حسب اللي انتم يعني عايزه كتير بطاطس او عايزه قليل. ده حوالي نص كيلو بطاطس على نص كيلو اللحمه كده. وقلبي قلبي بقى. شايفين بقى ميزه اللي هي الكوبايتين الشوربه اللي احنا سيبناهم كده في اللحمه في اخر مره كده نزود فيها. شايفين بقى مركزه وطعمها يبصوا يودي لمكان تاني خالص. طبعا احنا دلوقتي ممكن هنحط بقى الملح عشان اللحمه كده استوت. تحطي الملح وتسيبيها لغايه ايه ما تاخد ايه حوالي غلوتين او ثلاثه كده، يعني غلوتين ثلاثه بالشكل ده، او يعني حوالي 6 7 دقائق كده على النار. في المرحله ديت ممكن تسويها على البوتاجاز عادي خالص وتاكليها بالف هنا وشفا. لكن بصراحه انا بحب احطها بقى ايه، هتكمل سواها في الفرن. هتاخد حوالي نص ساعه فيه كده وتطلع لك بقى حاجه في منتهى الجمال. حطي بقى كده اللي هي البطاطس بتاعتك واللحمه في الطاجن زي ما انت شايفه. وبعد كده هنبدا. انا دلوقتي مشغله الفرن. المهم الفرن لازم يكون حامي يا بنات. وطبعا انا بحطها على اللي هي الشبكه، بحطها على الرف الاخير خالص اللي هي فوق الصاجه يعني، وبخلي الطاجن عليها. وبعد كده بفتح الشوايه عليها، يعني خدت حوالي من تلت لنص ساعه وطلعت بالجمال ده، لان اللحمه عندنا مستويه والبطاطس كانت نص سوا، فهي دوبك ربع تلت ساعه كده وبقت بالجمال والروعه دوت. انا طبعا ما حطيتش هنا صلصه عشان انا بحبها ان هي تكون يعني بيضه بالشكل دوت يعني. لو انت عايزينها بالصلصه هنزل لكم برضو الفيديو التاني اللي كنت انا عاملاه وانا حطيت فيها الصلصه نفس اللي هي الطريقه ديت او تشبه لها كتير. بعد كده شايفين الجمال والروعه. حاجه يعني كتغيير بقى كده عن الطماطم بقى والصلصه، بتبقى في الحر كده بتبقى تقيله على المعده، انما كده كل حاجه كده خفيفه وجميله وصحيه في منتهى الروعه. شايفين الجمال. حته بقى اللحمه مع معلقه رز بقى كده المفلفل الابيض الجميل بتاعنا ده، انسي بقى. احلى مليون مره غدوه غدوه غدوه، احلى مليون مره من انك انت تشتري اي اكل جاهز من بره. اعملي اكلك كله في البيت كده بطريقه سهله وبسيطه. احلى طواجن انت ممكن تعمليها. والله الصوص ده زي ما انا بقول لك بقى كده، شايفه ده مع الصوص ده مع معلقه رز، خلاص انسي بقى، سيبك بقى من اللحمه والكلام ده كله. لا هي ده طعمها فظيع بجد رهيب يا بنات، والله لازم تجربوها. اكله في منتهى الروعه يعني مناسبه جدا ان شاء الله للعيد، وكل هيبقى كان عنده من اللحمه ان شاء الله. وتجربوا وصفات جديده كده. يا رب الفيديو ينور رضاكم وتنفذوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.